خليني أقول لك حاجة أغرب من أي معلومة هتسمعها النهاردة. في ناس بتفضل تعيس مش لأنها مش عارفة الحل، لكن لأنها بقت محتاجة المشكلة. محتاجاها لدرجة إنك لو شلت المشكلة من حياتها هتدور على مشكلة جديدة. استغربت؟ أنا كمان استغربت لحد ما اكتشفت إن دماغنا ساعات بتتعلق بالألم أكتر ما بتتعلق بالراحة. السؤال بقى، إيه اللي يخلي إنسان يتمسك بحاجة بتوجعه؟ وده اللي هنكتشفه النهاردة. في ناس كتير فاكرة إن الحل الحقيقي لازم يكون مريح وسريع وواضح، وإن الحاجة لو تعبتك يبقى أكيد ده مش الطريق الصح. بس الحقيقة المؤلمة إن أغلب الحلول اللي بتغير الإنسان فعلا عمرها ما دخلت من باب السهل الممتنع، لأن اللي كسرك سنين مش هيصلحوا قرار خفيف اتقال في لحظة حماس. في شخص بيقول أنا تعبت من الخوف، فبيبدأ يدور على حل يخليه فجأة شجاع، كتاب يقراه أو جملة تحفزه. لكن الحقيقة إن الشجاعة مش زرار بيتفتح. الشجاعة ساعات بتكون إنك ترتجف وتخاف وتكمل برضه. وفي حد بيقول أنا نفسي أنسى، لكن النسيان الحقيقي مش إن الذكرى تختفي. النسيان الحقيقي إن الذكرى تفضل موجودة لكن ما توجعكش بنفس الطريقة، وده مش بيجي بسهولة. إحنا تعودنا وتربينا على فكرة خطيرة جدا، إن الراحة دليل الصح، مع إن أوقات كتير الراحة بتكون مجرد هروب أنيق. الشخص اللي بيهرب من المواجهة مرتاح مؤقتا، بس حياته كلها بتتآكل من جوه. والشخص اللي بيواجه بيتعب لكن بيتغير، وده الفرق. في أبواب في الحياة شكلها مرعب من بره لكن وراها النجاة، وفي أبواب شكلها مريح لكن وراها نفس السجن القديم. وأصعب حاجة إن الإنسان أحيانا يكون متعلق بالسهولة أكتر من تعلقه بالحل نفسه. عايز يتعافى بس من غير ما يعترف بوجعه، وعايز يتغير بس من غير ما يسيب عاداته، وعايز حياة مختلفة بنفس العقلية القديمة، وده مستحيل. الحلول الحقيقية غالبا بتوجع في البداية. الاعتذار الحقيقي موجع، والاعتراف بالحقيقة موجع، وإنك تواجه نفسك موجع، وإنك تبطل تبرر لنفسك موجع، وإنك تمشي من مكان يكسرك رغم تعلقك بيه موجع. لكن الوجع المؤقت ده أرحم 1000 مرة من راحة مزيفة تعيش فيها عمرك كله. في ناس ضيعت سنين مش لأنها ما لقيتش الحل، لكن لأنها كانت مستنية الحل يجي بشكل مريح، مستنية التعافي يجي من غير انهيارات، والنضج بيجي من غير خسائر، والقوة تيجي من غير خوف، والرزق يجي من غير سعي، والراحة تيجي من غير صبر. مع إن حتى الزرعة قبل ما تطلع للنور بتشق التراب اللي فوقها. أوقات كتير ربنا بيحط الحل في الحاجة اللي احنا بنهرب منها. الشخص اللي خايف من الرفض حله أحيانا إنه يتعرض للرفض ويكتشف إنه ما ماتش. والشخص اللي خايف من الوحدة حله أحيانا يقعد مع نفسه شوية عشان يعرف هو مين أصلا. والشخص اللي طول عمره بيجري ورا التقدير حله إنه يتعلم يعيش من غير تسقيف. لكن لأن الحل مش سهل بنرفضه. إحنا كبشر عندنا وهم اسمه لو الحل صح هيبقى مريح، لكن الحقيقة إن العمليات الجراحية مؤلمة ومع ذلك بتنقذ حياة. والتغيير النفسي الحقيقي عامل زي الجراحة، بيفتح جروح قديمة عشان ينظف مش عشان يقتلك. في ناس نفسها تتغير لكن أول ما التغيير يبدأ يكشف حقيقتهم يهربوا. أول ما يكتشفوا إن المشكلة مش كلها في الناس يخافوا. وأول ما يعرفوا إنهم محتاجين يعيدوا بناء نفسهم من أول وجديد يتراجعوا. لأن البناء الحقيقي مرهق. أسهل بكتير إنك تفضل النسخة المكسورة اللي انت متعود عليها، على إنك تبني نسخة جديدة انت لسه ما تعرفهاش. ليه بعض الناس بتفضل عايشة في نفس الدايرة سنين؟
لأنهم مش بيدوروا على الحل، لكن هم بيدوروا على حل بدون ثمن، وده نادر جدا. أي تغيير حقيقي له ثمن، ثمنه ممكن يكون راحة مؤقتة، أو علاقة قديمة، أو صورة كنت ماسك فيها عن نفسك، أو حتى منطقة الأمان اللي أنت كنت مستخبي فيها. وأوقات الثمن الأكبر إنك تعترف إنك كنت غلط، وده من أصعب الحاجات اللي على النفس البشرية. في ناس بتستحمل الألم، لكن ما تستحملش إنها تعترف إنها كانت ماشية غلط سنين. في حكمة قاسية شوية لكنها حقيقية. الحل اللي ما يهزكش من جوه غالبا مش هيغيرك، لأن التغيير الحقيقي مش تعديل بسيط، التغيير الحقيقي إعادة تشكيل. حتى العلاقة الصحية مش دايما العلاقة الأسهل. أحيانا العلاقة الصحية هي اللي بتخليك تواجه طفولتك وخوفك وأنانيتك واحتياجك المرضي للحب. وعشان كده ناس كتير بتهرب من العلاقات الناضجة ويروحوا للعلاقات السهلة السريعة اللي ما فيهاش مواجهة حقيقية للنفس. وفي الشغل في شخص يفضل طول عمره في مكان بيخنقه بس عشان خطوة التغيير مرعبة، وفي شخص بيخاطر يتعب يبدأ من الصفر لكن يكتشف بعد سنين إن أصعب خطوة كانت باب حياة كامل جديد. يمكن المشكلة إننا فاهمين الراحة غلط. الراحة مش إن الطريق يبقى سهل، الراحة الحقيقية إنك تبقى ماشي في طريق له معنى حتى لو متعب. في فرق كبير بين إنك تتعب وإنت بتبني نفسك وبين تعب بيستنزفك. وفي فرق أخطر بين ألم الشفاء وألم البقاء. زي ما انت ألم الشفاء مؤقت لكن ألم الهروب بيتراكم. في لحظة معينة من عمر الإنسان بيفهم إن الحياة مش دايما بتديك الحل في شكل هدية، أحيانا بتديهولك في شكل مواجهة أو خسارة أو سقوط أو باب اتقفل في وشك أو حقيقة كانت صعبة عليك. لكن بعد سنين هتبص وراك وتكتشف إن أصعب الأشياء اللي حصلتك هي اللي أنقذتك. محدش بيتولد قوي، القوة بنت المواقف اللي كنت فاكر إنك مستحيل تعديها. ومحدش بيتولد ناضج، النضج ابن الصدمات والخذلان والأسئلة التقيلة. يمكن عشان كده الحلول العظيمة نادر لما بتدخل من باب السهل الممتنع، لأن الإنسان القديم اللي جواك مش بيموت بسهولة، والنسخة الجديدة منك محتاجة شجاعة عشان تتولد. وفي النهاية يمكن أهم سؤال لازم تسأله لنفسك مش ليه الحل صعب، لكن هل أنا فعلا مستعد أدفع ثمن التغيير؟ لأن أوقات كتير الحياة بتكون بالفعل حاطة الحل قدامك بس أنت كنت مستني يجي في صورة أسهل.